كنتمنى تكونوا مزيانين، كنتمنى تكونوا بخير. سلام الله عليكم. كنتمنى تستمدوا الطاقة الإيجابية من أنفسكم ومن نعم المولى الكريم. ألا بنعم ربك فحدث. الحياة ما كتستاهلش، حياة قصيرة. نعيشوا ما لنا، نعيشوا اللحظة فقط. اللي فات فات، واللي فات مات، واللي مات صافي لا تجوز عليه إلا الرحمة. الغد باسم المولى الكريم هو الذي يعلم الغيب. نحن لا نملك سوى هذه اللحظة التي علينا أن نعيشها تحت السماء والشمس والقمر والأجواء الجميلة. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله الذي تتم بفضله الصالحات وكل ما هو جميل. أنا عمدا كنربي نفسي ما نبقاش ندير لايفات. أنا عمدا أربي نفسي باش ما نبقاش ندير غير الفيديوهات وتلقاوني شي نهار مبقيتش ندير فيديوهات. الحمد لله محمد، الحمد لله على كل شيء. الحمد لله الذي هدانا إلى هذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا المولى الكريم. وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. الواحد هو يتصالح مع ذاته، مع نفسه، يتصالح مع الناس اللي معاه، ويتصالح مع القناعات ديالو، مع الأهداف ديالو، مع الأحلام ديالو، مع الأمنيات ديالو، مادام في الروح نبض ورمق. دايرين نتوما مزيانين بخير؟ ايش تعاودوا؟ ايش تحكيو؟ اهلا بخيرين؟ الدنيا مزيانه؟ والزمن ليس بالسهل، ولكن راه الزمن هو الزمان. راه العيب ليس في الزمن، العيب فينا، العيب في البشر اللي ما عندوش القوه وما عندوش القناعه وبعيد على الله وبعيد على الايمان. ما نبقاوش نديروا الشماعه في الظروف وفي الاسباب وفي الاوضاع الاخرى. راه عقلها وتوكل، عقلها وتوكل. الرسول صلى الله عليه وسلم جا عنده واحد عنده ما شنو البغله ديالو، قال له واش نخليها؟ راه قال له عقلها وتوكل. السبب يا عبدي وانا نعينك. ما نبقاوش نديروا الشماعه على الظروف وحنا والدوله ما عطاتنا والو وحنا ما درنا والو. راه كتلقى الواحد راه من بسيط وكتلقاه لقى شي خدمه واعره، واحد عاوتاني عنده الامكانيات وما لقاش. راه قالك ليس للانسان الا ما سعى. الانسان كيدير ما عليه، ما يعني الواجبات والامور ديالو، والله سبحانه وتعالى يتولى النتائج. حنا كنديروا ما علينا، وليس للانسان الا ما سعى. الله سبحانه وتعالى اللي كيتولى البركه وكيتولى الخير. المهم الانسان ما يبقاش ساد يديه وجالس وينتظر السماء ان تمطر ذهبا. السماء لا تمطر لا ذهب ولا فضه ولا نحاس، السماء تمطر الامطار اذا شاء الرحمن وشاء المولى الكريم. الانسان هو اللي خصو يمطر التحدي والاصرار ويقرا بعدا في الاول، يقرا مزيان، يقرا وينجح وما نيل المطالب بالتمني انما تؤخذ الدنيا غلابه. في الاول تكون عنده واحد الارضيه، واحد اللبنه، واحد الاعمده، ايوا يبقى غادي، ماشي يبقى ناعس 12 النهار ولا الوحده ويمشي يقول لك ما كاين لا خدمه لا ردمه، وبقى بايت سهران مع التليفون ومع الافلام، ما يخدم ما يردم، ويجي بقى يطلب مع نمو 50 درهم ولا مع دبوها. الوالد الله يجازيك بخير، يلا ما عطينا شي بركه نمشيو نجلسوا في القهوه، وراه كيمشي يضرب جوانات في راس الدرب. راه ولا دابا في هذا الزمان هذا ولينا كنلقى الراجل المتقاعد والمراه المتقاعده باقيين ولادهم عندهم 30 عام، فوق 30 عام باقي ما خدموا ما تزوجوا. شحال هادي كان الراجل عا كيوصل 50 عام كتلقى ولده خدام وتزوج ودار الاحفاد، وراه ولده ولا بنته هزينه. دابا كتلقى الراجل المتقاعد راسه اشتعل شيبان، والمراه هي تقاعدات وباقين تحت رعايه الاباء ديالهم اللي هما مساكن كبار في السن، وباقي كيطلب من الوالد ديالو الله يجزيك بخير واحد 100 درهم. الوالده الله تكسر واحد 200 درهم راه غنمشي القهوه مع صحابي. دابا راه مشكله كارثه عظمى، ولينا نلقاو الناس متقاعدين وباقين عندهم اطفال هما كبار في السن. كاين اللي وصل 40 عام ما باغي لا يتزوج لا يخدم لا يردم، وباه باقي كيخدم عليه وكيطلب له يا ربي يموت.
يا ربي يموت باش يورث فيه، باش عاد ساعات عاد هو يقلب على الزواج ويقلب على هذه. راه شحال هذيك كنا نلقاها 50 عام 40 عام كتلقى عنده الاحفاد عنده كلشي، دابا هو براسو باقي ما تزوج وباقي لاصق في باه امه. عن نفسي كنتسنى نتريت كلشي عندي تزوج ودرنا الاحفاد والحمد لله. محمد الفيلالي الحمد لله حمد ربي وشكره. كاين الناس اللي كبروا بلادو باقي ما تزوجوا ما خدموا غيموتوا ما يديروش الاحفاد، وصلوا 70 عام ولا 60 عام و70 عام وباقي ولادو ولدوا الراجل باللحيه ومراه كبيره باقي ما تزوجوا ما خدموا ما ردموا. وقتاش غيديروا هادو الاحفاد؟ تا يكونوا في القبر. هذا راه واقع المر. ولا دابا الزواج يتاخر حتى ان تزوجوا تطلقوا. ولات دابا حتى الخدمه كدنا شحال هادي كتخدم بالبكالوريا تخدم بالشهاده، دابا تسنى تاخذ الاجازه شويه تاخذ الماستر شويه هادي قلب على الوظيفه هادي تلقى 30 عام باقي ما خدم ما ردم. وانتم صحراوه ايوا صحراوه نتوما كتخدموا صغار وتزوجوا صغار، ولكن راه ما يمكنش. دابا راه الوضع ولا في شكل، ولات ازمه وظيفه ازمه عمل ولات ازمه زواج ولات نسبه الطلاق ولا تحرر المرأة تحرر الإنسان ولا تقليد الأعمى. ولات هناك عدة أسباب، ولا مواقع التواصل الاجتماعي الإغراءات التقليد الأعمى. ولو دابا المراهقة تقول لك أنا لا أنا ما نتزوج براجل اللي تيجيب لي الشرط، لا أنا خصو يكون خليجي، انا خصو يجيب لي السياره ويديني في الطياره، انا العرس ديالي غنديرو في جزر المالديف، انا خصو يكون غزال ويكون صغير وبوغوس وعنده العضلات ويكون فيه جميع الامكانيات. وانتيش عندك انت انا ماشي مشكل واخا ما نقرا ما نخدم ما نردم غنجيبو غزال غنجيبو فن نجيبو عنده الفلوس. ايوا راه هادشي دابا حتى دوك الناس اللي في هادشي في مواقع التواصل الاجتماعي كيغريو الناس كيدوخوهم الساكن كيتلفوهم على القبله، كيوليو يعيشوا الخيال ويعيشوا الرومانسيه وهما الواقع ما هي مجبره باقا كتقرا يلا في التاسعه اولا كاع الا وصلت البكالوريا وكتحلم بفارس الاحلام اللي غيجي يركبها على حصان ابيض وغيدير لها الشرتله وغيجيب لها الهدايا وغيديها في الطياره هادي. هو عاوتاني كذلك لا انا الراجل يا نزاقتي يركبك في السياره وديك الطياره ويجيب لك شرتله الذهب ويجيب لك ديك الناس ديك اللي كيكونوا مع النقافه يجيبوا هذا الذهب داك داك داك. يا اختي لا يصح الا الصحيح ولا يحق الا الحقيقه. هادشي اللي كاين سيدي محمد. اي والله يدينا في الضوء الله يدينا في حنا راه دزنا في الضوء حدا الجيل القديم دزنا في الضوء. هاد الجيل دابا مساكن ازمه عمل ازمه زواج ازمه كثره الطلاق. ولا دابا هاي تلقى البنت غزاله فنه خدامه ردامه وكلشي وما لاقياش الراجل، والراجل ها هو بوغوس عنده الخدمه عنده السياره وكيمشي يسافر في الطياره وما لاقي شي بنت الناس. وحده عا كطير وهذا ومزوجه ومطلقه والثانيه والثالثه وكتجيب لك الراجل باقي عزري. داكشي ارزاق الله اعلم. ولينا ما تقدرش تحكم ما تقدرش تعمم. انا تعميم لغه الجهلاء. ايوا حبابي وصحابي اش تعاودوا باقا الشمس ما غربت. لا يصح الا الصحيح. كي دايرين نتوما مزيانين؟ والله الا كنقول ما غنبقاش ندير لايفات صافي انا هذه التوبه ما عمرني نعاود ولكن والو. ولكن راه وليت نصبر شهر شهرين 3 شهور 4 شهور انا غاديه تلقاوني ما بقيت ندير حتى حاجه. كنفكر ندير شكون هاد خالد فيا ما نضحك. خليني مستوره راه ساترني ربي وساترني زوجي وولادي الحمد لله يخليهم ليا يا رب. هي ديك القناعه كنز لا يفنى. سلام اهلا لكم صيالة حبيبتي. راني ما عندي كلمه غنغيب تنشبع ونرجع. اختي راه تيك توك راه بليا خطيره خص يمشيو عليها 4 مليون ثاني باش يحيدوا لنا. انا اختي غبت شبعت ونرجع يقولوا ماتت
وقع ليها شي مصيبه. انت واحد ما سول فيا اختي. انا اختي رجعت علي وحدي، راه كاع ما تثقوا بيا. نقول لكم غنمشي واخا ندوز حتى عام عامين غنولي نرجع. شي اللي عطا الله. انا احبكم في الله. انا كنت عاهله في الدنيا، مشيت للبحر، ديت ستوري راني كنت في البحر. انا عاشقه للبحر، احب البحر. انا معه استمد عافيتي وحماسي ونشاطي وشبابي. ايوا هادشي اللي كاين. كاينش مع من اختي لي كونساي. عاد دخليها انت دابا. انا عاد دخلنا قال لك كنتزوج بك ونسترك، لقيتيني عريانه كندور في الزناقي طار وفاتني الرقب. عاد دخلي التيك توك يقولوا لك كنتزوج بك وانتي شارفه تهضري، تقول لك شارفه. هادشي يقول لك اجي كتزوج بك. شنو هذا؟ انا ما كنحماش بحال هكا. هو هذا هو اللي كيخليني نبعد، هادشي هو اللي كيخليني نمشي بحالي. هاد هو التنمر وهاد التجريح وهاد عدم الوعي وعدم الفهم. عاد دخلي التيك توك صافي خصك راجل. وقت عندكم جامع الفنا اختي، عندكم الدنيا غزاله اختي. عندكم ستي فاطمه واوريكا. الناس راه كتسافر مع منين تجي عندكم تخلي البحوره وتخلي الشطآن وتجي لمراكش اختي. مراكش غزاله، مراكش هي الحمراء، مراكش 7 رجال. عندكم المدينه التي لا تنام. ويك ديك جامع الفنا سيري حتى 2 الليل 3 الليل بقى باقي الناس فايقين. لقاتي مفجراضي الحمد لله. هنا الدنيا خاويه، كاين حتى واحد لا طايره يطير ولا سيري يسير. غير انا دابا جالسه. واش تعاودوا شي اللي كاين. التنمر راه صعيب، تجريح صعيب. راه كاين الناس اللي عندهم الهشاشه النفسيه ولا كلشي مساكن دراري صغار راه كيتصابوا بالاكتئاب، وحتى الكبار. الحمد لله حنا شويه عندنا شويه ديال القوه. الله اكبر اكبر. وما جيت نسلم عليكم ونهضر معكم شويه وصافي نمشي بحالي كما العاده. الشمس غادي تغيب، يعني كنجي كيعجبني نشوف الغروب. عجبني نشوف الغروب زوين كيجي هنايا في هذه اللحظه هذه، والهدوء والسكينه. راه الانسان يحتاج كثيرا الى الهدوء. راه الهدوء كيخلي الاعضاء ديالك تستريح، كيخلي الجسم ديالك يقلب على داكشي الاعصاب اللي فيك وكيدفعها. راه الهدوء راه سكينه وطمأنينه للروح وللنفس، كتخلي حتى البشره تتجدد ويستعيد الانسان شبابه. لان الهدوء والسكينه راه واحد الحاجه زوينه، واحد النعمه. راه خصو يكون عندك العائله والفاميله، خصك هزي راسك وجمعي شطايطك وما تباتيش معاهم شي وقته وشي لحظه، وسيري حدا البحر، ولا سيري تحت شي شجره، ولا سيري شي جبل، ولا سيري شي طبيعه. خذي الاكسجين وخذي النفس العميق واستمدي الطاقه الايجابيه من السماء الزرقاء. عرفتي ملي كتطلق عينيك وكتشوفي الزرقاء ديال البحر وديال السماء، عرفتي كتقولي واو الحمد لله الكون جميل والجو جميل وشاعري. وتشوفي الشمس وتشوفي ودي معك شي ماكله ودي معك شي قهيوه ولا شي اتاي، والله العظيم تتولي تحسي راسك يلا تولدتي من جديد. الناس اللي كيعشقوا الطبيعه وكيعشقوا الخلوه وكيعشقوا الوحده والله ما كيحسوا بالاسى والوجع، بالعكس كيحسوا بانهم يولدون من جديد بطاقه رائعه وحماس كله هذا، وكيهز واحد الطاقه. واكثر الا كنتي كتقراي ولا كنتي كتكتبي ولا كترسمي ولا كتسمعي الموسيقى ولا الاغاني، راه الطمأنينه مع الهدوء مع الراحه مع الخلوه مع الوحده، هذه جيوش تستعد بها وكتحارب بها الاكتئاب وكتحارب بها الحزن وكتحارب بها الاسى. راه ربي عطانا معطيات كثيره في هذه الدنيا. الا بنعم ربك فحدث وخبوا حسبوا من هنا حتى الملايير السنين ما غنعدوش هذه. وسلامات سلامات يا رب يا رحمن يا رحيم.
خمسة وخميس فعل لي ما يصلي على النبي. هكا الجوج ديالك هي الطمأنينة والهدوء والراحة والسكينة، وخرجوا من المدينة ضاع، خرجوا من الستريس، خرجوا من المشاكل. هربوا عتقوا راسكم. راه دابا المدينه فيها الصداع والضجيج، وفيها داكشي الطوموبيلات الدبيزه ولا وسطابات ولا اللي متسولين. هاد الجو هذاك غوتوا ليه الجو الاسواق. بعدوا على المشاكل، بعدوا على الزحام، بعدوا على الصدام، بعدوا على المشاكل، بعدوا على الهموم، بعدوا على الناس اللي فيهم الطاقه السلبيه، بعدوا منهم. هذوك اللي كتجلسوا معاهم وكيبقى يشكيو لكم داروا ليا، فعلوا ليا، تركوا ليا، كيزرعوا فيك الاسى، وهما كيمشيو كيخويو المزيوده وانت كتعمرها وتسكن فيك، وبقى مظلمه عليك الدنيا، وهما مشاو واستراحوا ورا حالو، وانتي بعدوا على المشاكل وبعدوا على الصداع وبعدوا على الضجيج. سيروا هزوا شي زريبيه وشي خبيزه وشي براداتاي ولا شي حاجه، وسيروا حدا البحر، وسيروا قلنا لكم للطبيعه وتحت الجبل وتحت الشجر وامام النهر، وتسمعوا زقزقه العصافير، وتسمعوا الريح كيضرب لكم في الحناك ديالكم، الحنك الاول والثاني، وتحسي الاكسجين ديالك كيدخل هنا والقفص الصدري كيولي مزيان، وكتولي تحسي بالبسمه، تحسي بالنشاط. وسيري تمشاي وسيري جري وسيري نقزي، استعدي الطفوله واستعدي الحماس والشباب. والله تتولي كدرت كتولي تحسي راسك الا عندك 20 عام، الا عندك 50 عام تولي عندك 20 عام، الا عندك 60 عام تولي عندك 30 عام. ماما تنقصي واحد 10 سنين واحد 20 سنه، وكولي الماكله الطبيعيه، الماكله البيو، ما تبقاش داكشي ماكدونالدز بانيني وبيتزا والطاكوس داكشي كلها خبيزه وزبيده والزيتون بلدي والزيت بلديه والزبده البلديه والعسل الحر وهذه وبراداتاي متسوس. انا بعدا كنعشق هذه الامور. انا شي ممكن عشت شهر شهرين 3 شهور خارج المدينه، خارج السير. انا عطيوني عام ما يكونش اتعرض للاذى والكريساج ولا تكون شي طبيعه اللي محميه. هادشي كيعجب غير اللي ما تيعجبش البشر. هي انا نتمنى نستريح نفسي يا اختي. راه كل واحد يقلب على راحه نفسه. كاين اللي كيلقى سبحان الله الراحه في الضجيج والموسيقى والاصوات المرتفعه هذا كله كيلقى راحته. انا بعدا من الناس اللي كنلقى راحتي في الخلوه والوحده. انا وليت بحال شي انسانه بحال معقده، ما كنقدرش نعيش مع البشر ولا نخرج ولا قليل تلقاني ديما مصاحبه راسي ومع الكلاب مع القطط وولادي كندير معاهم الواجب. وهادشي اللي كاين الاسره ديالي، هادشي اللي كاين تيرارا. وانا شي جاي نجمع معاكم شويه ونهضر معاكم يا حبابي. نتوما حبابي وصحابي، وكيعجبني كنستمد الطاقه الايجابيه من الفيديوهات اللي كندير. كنتمنى تكون عندي بصمه انني نخلق الطاقه الايجابيه في قلوب النساء والبنات وحتى الرجال. وخا الرجال مع يقولوا هذه المراه حمقى كتهضر، يجي يجربوا الخلوه ويجربوا الطبيعه ويجربوا الاستغناء والاكتفاء الذاتي. الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن الاخرين والتعلق الشديد والعميق، والله العظيم كيخليك تولدين من جديد، كيخليك تقولي الحمد لله يا ربي زيد يطول لي في عمري تنستمتع وحتى نعيش ونستافد. سلام أستاذة. شنو الغنية ما شاء الله. أنا غنية. احنا عاوتاني هي منير. ايوا الغنى باين عليا. شتي راه عرفتي راه الشيفور كيتسناني بواحد شنو هذاك بورغيني ولا شنو سميها، حتى عرفت السميه. راه كيتسناني كيقول لي تعطلتي باش غيديني نركب في واحد الطياره وغنمشي نتعشى في باريس وغنرجع غنمشي عاد نتعشى ونجي. راه دابا الشيفور قرب بلاتي ويلي خليني نهضر مع حبابي وصحابي. ويلي الطياره مالها تسناني. والله يجعلنا من الاغنياء بالقناعه والرضا. الله يجعلنا اغنياء باخلاقنا واهدافنا واحلامنا.
الله يجعلنا اغنياء بالله اللي معانا، اللي واقف معانا ومساندنا. الله يجعلنا اغنياء في وحدتنا وفي خلوتنا وفي قناعتنا وفي فرحنا وفي استمتاعنا بالبحر. الله يجعلنا اغنياء بالاستغناء عن الناس القباحين، الناس الخايبين، الناس اللي ماهمش مزيانين، هذوك الناس اللي خايبين، وهذوك حنا معاهم كنوليو فقراء، معاهم كنوليو نحسوا راسنا من محتقرين، كنوليو نحسوا راسنا حشرات. هذوك الناس اللي كتحسي في ظلهم مع انهم اغنياء وانت كتحسي راسك فقيره، هذوك خليهم يمشيو، خليهم يمشيو وديري عليهم الجنازه وديري عليهم الموت ودفنيهم في واحد القبر المجهول. ما عمرك مشيتي تزوريهم ولا تقري عليهم فاتحه. هذوك اللي كتعيشي في ظلهم وكتحسي بالفقر وبالبخل وبالاحتقار وبالاهانه، هذوك راه ما خصهم يموتوا في نظرك. صافي ديري بكي عليهم قول مشاو هذوك اللي كانوا يحسوني انني فقيره، مشاو هذوك اللي كانوا يحسوني انني محتقره، مشاو هذوك اللي كانوا يحسوني انني مهانه، مشاو. صافي قري عليهم القران وقول انا لله وانا اليه راجعون. ولا شفتيهم دير راسك عمرك ما شفتيهم. وهل يبعث الحي من يبعث الميت من القبر ويرجع حي؟ اختي راه شي اللي كنتي كتشعري بالفقر ولا كتشعروا بالفقر في ظل ناس هم اغنياء، كوني فقيره بوحدك، كوني غنيه بوحدك. راه الغنى ماشي غنى الفلوس، راه الغنى هو انك تكوني تحسي الله معاك حاميك في الليل والنهار، وعطاك القناعه وعطاك الرضا وعطاك الابتسامه وعطاك النظره وعطاك البهجه وعطاك شغف الحياه وعطاك تكوني كتقراي قران وتشعري بالايمان وتشعري بحلاوه القران والتلاوه ديالو والتدبر، وتشعري بان اي شي تجلسي عا بوحدك تحسي انك فرحانه. شي الانسان خذوها مني، شي الانسان اللي كيكتفي بفنجان قهوة أو لا كوب شاي أو عصير أو لا حتى كوب ماء وهو لوحده، ويشعر بالاستمتاع ويشعر بالراحة حتى مع قطعة حلوى أو لا الخبز، كيحس راسو قلبه كيفرفر كيضحك إلا قرعة كلمة، يشوف عا في السما يقول واه، يشوف على الغروب، شوفوا الغروب كي داير زوين، شوفوا شوفوا شوفوا. شوف عقل هذاك الانسان الذي يتمكن ان يعيش لوحده ويستمتع بخلوته، هذاك واخا تجيه مصائب ديال الدنيا والدين يبكي تيشبع في الاخر غيرجع للوحده ديالو، غيشكي تيشبع وغيرجع للوحده ديالو. والطمع الكبرى هو داك اللي ما كيقدرش يعيش بوحده، ما كيتوقع له شي مشكله كيمشي يتعرم شي بار، كيمشي يتعرم مع شي جماعه وكيديوه ربما يسكر، كيديوه ربما يدير شي امور، ربما يمشي شي معاصي. هذاك الانسان اللي كتوقع له كوارث الدنيا وقادر ان يستغني عنها ويعيش احزانها والحداد ديالها وكيرجع يكون بوحده، ولكن يكون في الحلال، يكون في الصلاه، في العباده، في الامانه، في القناعه، في الرضا، في القبول، في الصبر. في هذا كيولي مع الوقت يبكي تيشكي تيشبع وفي الاخر سوف يستعيد عافيته مع وحدته وخلوته. هادشي اللي كاين. اما داك اللي ما كيقدرش مسكين يعيش بوحدو كيبقى يقلب على البديل، على العوض الجميل، ويقلب على الرفقاء السوء، ويقلب على المخدرات وعلى المنومات، ويقلب على شي حاجات اخرين، هذاك مسكين كيكون مهزوز عنده الهشاشه النفسيه. راه الصلابه النفسيه بعدا تنطلق بعد ان الانسان يكون قادر يواجه الحياه لوحده، ماشي دائما لوحده، راه كاين ممكن هذه، ولكن اغلبيه الوقت تقدر تعيش بوحدك. هذاك اللي ما كيقدرش يعيشوا بوحدهم عندهم اول واحد كيجي في حياتهم كيطيحوا فيه طيحه العمى في الظلمه. هذوك اللي كيكونوا اولاد بابا عجينه لاصقين فمهم وباهم وفي خوتهم، نهار اللي كيجيهم شي تجربه ما كيعرفوش ماما بابا اخوتي راجلي هادو كيصافي كيطيحوا طيحه الذي لن يقوم مره اخرى. بينما اللي كتحكوا الحياه وكتحكوا التجارب وكتحكوا المواقف والصدمات وداكشي كيطيح فعلا، كيتالم وكيعيش الانكار وكيعيش الاعتراف وكيعيش بزاف الحوايج، مع الوقت كيوقف وكيولي بوحدو. مع انه يكون عنده باش يعيش، باش ياكل، باش يشرب، عنده فاش يكون. السلام عليكم. كي جيتكم ضعفت شويه راك دير رياضه.
انا رحت شحال الغروب دابا. تليفوني شويه عندي شارجه. الغروب الشمس غاتمشي والله الا الغروب زوين. نوريكم الغروب بالله.